انا برد تاني على نفس السؤال، ازاي ما عندهمش تعداد؟ هو مش اسلم وممكن يجي مصر او دولة عربية ويتجوز على سنة الله ورسوله؟ اللي هيعمل كده من دولة يعني هو حد اجنبي وهيجي يعمل كده في دولة عربية، هيبقى اتجوزك عرفي، خد مصلحته منك وسابك ومشي. ده لو انت مش موثقة الورق بتاعك في سفارته. الراجل الاجنبي او الراجل الاوروبي ليه جوازة واحدة بس ايا كان فين. هو انت عارفه ان هو اتجوز ونازله هنا اتجوزك عرفي او قالك هعمل لك ورقك وخد مصلحته منك ورماكي كده، شكرا، انت رضيتي بكده ووافقتي بكده. الراجل الاجنبي او الراجل الاوروبي ليه جوازه واحده بس اللي بتتسجل في بلده بس. فاهمين حاجه؟ فانت موافقه يا حبيبتي يتجوزك في دوله عربيه او مصر، عادي، انت براحتك. كل واحد وايه طموحه ووجهه نظره يعني. انت موافقه ان انت مالكيش حقوق يقعد معاكي اسبوع كده ياخد مصلحته ويرميكي؟ شكرا، دي براحتك انت يا حبيبتي. بس الراجل الاجنبي او الاوروبي ليه جوازه واحده بس المعترف بيها في بلده، وهي اللي بقى فيه الورق ده معترف بيه ايا كان بقى هي منين. اتجوز مره واحده، انت عايزاه يعدد يا حبيبتي انت حره، انت بتدوري على التعداد، انت مشكلتك انت، بس انا بقولك ملوش الا جوازه واحده. شكرا. اي جوازه بعد كده بعد الجوازه الاولانيه اتجوز تاني وقالك هعمل لك ورقك، هو خد مصلحته منك ورماكي يا روح قلبي بس.